اهلا بيكم. انا شيف موكا من مطبخ بالالوان. مطبخنا لعمل الوصفات الصحية في الدايت بدون حرمان. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة مشهورة جدا، وصفة كيك الموز الصحي بطريقة وخطوات ناجحة جدا. هتطلع معاكم ألذ كيكة موز ممكن تجربوها، طرية ولذيذة ومشبعة طبعا، بشوية تريكات بسيطة هنعرفها في الفيديو. بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس اللي فعلا محتاجة انها تغير حياتها وفكرها عن الأكل الصحي. يلا بينا نعرف مكونات الوصفة ايه. أول حاجة معانا كوباية إلا ربع من دقيق الشوفان، ربع كوباية من الزبدة المذابة أو الزبدة السائلة، معانا ربع كوباية من السكر البني، وربع كوباية من اللبن، كوباية إلا ربع من الدقيق الأبيض، 2 بيضة بدرجة حرارة الأوضة أو الغرفة، 3 موزات حجمهم كبير ويفضل ان الموز يكون مستوي، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا، ورشة فانيليا. اول حاجة هنبدأ بيها هي الموز. هنهرسه زي ما انتوا شايفين كده بالشوكة. هنهرس ال3 موزات كويس جدا عشان ما يبقاش فيهم اي تكتلات، وممكن نهرسهم في الكبة. بعد كده هنخليهم على جنب وهنجيب بولة كبيرة، وهنبدأ على طول. اول حاجة هننزل بيها هي الزبدة، وبعد كده هنضيف السكر، وممكن هنا نكتفي بسكر الموز بس هي الوصفة دي بالمقادير دي هتطلع معاكم سكرها مظبوط جدا. وهنبدأ نضربهم بالمضرب كويس جدا لحد ما السكر يدوب مع الزبدة. بعد كده هننزل بالبيض، وهنضيف رشة الفانيليا، وهنجيب المضرب ونضربهم على أعلى سرعة. بعد كده هنضيف اللبن، وهننزل بعد كده بالموز المهروس، وهنركز مع بعض في الخطوات أو التركات اللي جاية دي. الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا. هنجيب المضرب ونبدأ نخلط المكونات كويس جدا مع بعضها ومع الموز عشان نتأكد ان الموز مفيش فيه اي تكتلات. بعد كده تاني تركة، هنجيب مصفى او منخل صغير ونبدأ نحط الدقيق فيه زي ما انتوا شايفين كده، وهننخله كويس جدا. طبعا احنا هنضيف حوالي نص كوباية من دقيق الشوفان بالتدريج لان الخطوة دي مهمة. وهننخل برضو المواد الرافعة. دي من التركات المهمة في نجاح الكيكة دي تحديدا، علشان تطلع معانا هشة وطرية. هنعمل برضو نفس الفكرة مع الدقيق الأبيض، وهنسيب حوالي ربع كوباية من الدقيق الشوفان وربع كوباية من الدقيق الأبيض. هنجيب المضرب ونبدأ نخلطهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنضيف باقي كمية الدقيق وننخلها برضو بنفس الطريقة. خلاص كده خلصنا الكمية كلها. هنبدأ بس نلم الدقيق مع الخليط السائل وهنضربهم تاني بالمضرب. وكده خلاص بقى قوام الكيك زي ما انتوا شايفين. هو ده قوام الكيكة المطلوب، وكده بقى الخليط جاهز.
بعد كده هنسيب الخليط يرتاح من 5 دقايق ل7 دقايق قبل ما نحطه في الفرن او قبل ما نحط الخليط في القالب. هنجيب قالب زي ما انتوا شايفين كده، حطيت له ورق زبدة ودهنته بمسحة من الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، غلفته من كل الجوانب. بعد كده هنبدأ بقى ننزل بالخليط في القالب. وهنبدأ نساوي الكيكة في القالب ونفرغ منها الهواء. هنبدأ بقى نحط رشة من المكسرات اللي احنا نحبها، ممكن نستخدم عين جمل او شرايح لوز زي ما انا عملت كده، او اي نوع مكسرات متوفر عندكم. اهم خطوة هي اللي جاية، طريقة تسوية الكيك دي مختلفة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنسخن الفرن على حرارة 180. الكيكة دي هتاخد في الفرن من 55 دقيقة ل60 دقيقة، يعني ساعة كاملة. هندخل الكيكة على 180 لمدة 25 دقيقة، وبعد كده هننزل الحرارة ل160 ونسيبها باقي المدة على حرارة ال160 لحد ما تستوي. خلاص كده بقت جاهزة، ندخلها الفرن على طول. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، طبعا ريحتها ولونها جميل جدا، من ألذ الكيكات والوصفات اللي ممكن تجربوها في الدايت، وكيكة مشبعة جدا. طبعا وصفة حلوة جدا تنفع معانا في كل الأنظمة الغذائية اللي بنتبعها، مكوناتها كلها صحية مغذية ونقدر نتحكم فيها من ضمن نظامنا الغذائي. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ولو حابين وصفات أكتر زي الوصفة دي ياريت تكتبولي في الكومنت تحت. وده شكل قوام الكيكة، شايفين طرية ازاي وهشة، وطبعا مستوية كويس جدا من جوه. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، اهم حاجة ما تنسوش تدعمونا على صفحاتنا، ونتقابل في فيديو جديد.